على حضوركم اليوم كمؤسسين للمجلس القومي لشؤون الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وهي النقابة العامة الموحدة لفلاحي مصر. وإعفانا وتقديرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم ورعاية سيادته للفلاح المصري وعملية التنمية الزراعية في مصر. مصر هبة النيل وهبة المصريين للإنسانية، هكذا بدأ دستورنا في ديباجاته، معلنا أن هذا النيل العظيم منح الحياة لهذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ، ومنذ أن شق هذا النيل العظيم مجراه حتى حدود مصر القديمة، وجد النيل يدا مصريا استقبلته وعزفت بسلاسل مياهه النقية أنشودة نماء ونهضة تاريخية. مكتب والعيلة نقيب الفلاحين بمحافظة الجيزة النهارده جايين يوم تدشين أو إنشاء المجلس القومي للزراعة والفلاحين عشان خاطر وضع السياسة العامة للزراعة في مصر، لأن الأول كان في السابق كان في قرارات بتصدر من وزارة الري أو من وزارة الزراعة ممكن تكون قرارات غير مدروسة بتعود على الفلاح مش بالنفع بالضرر، وليكن مثل موضوع القطن أو موضوع الأرز أو موضوع القصب أو موضوع لا سعر السماد. النهارده لما ينشأ المجلس القومي للفلاحين والمنتجين ده بوضع سياسة زراعية موحدة بتضم جميع الكيانات الفلاحين من القرية والكفر والنجع للمحافظة لحد مجلس إدارة المجلس القومي للفلاحين. النقابات عامة نقابات الفلاحين ملهاش دور ملموس على أرض الواقع، هل دي تأثير من نقابات الحكومة ما تساعدش معاكم؟ لا النقابات اللي موجوده دلوقتي هي نقابات حره او نقابات مستقله، ولكن النهارده احنا لما بندشن حاجه زي كده بنقول ان يبقى كلها نقابه واحده اسمها النقابه العامه للفلاحين والاتحاد القومي للزراعه، كله تحت مظله واحده عشان يبقى في تامين صحي للفلاح وفي معاش للفلاح. يقدر الفلاح اللي يمرض او فوق من 60 سنه يبقى له معاش، الفلاح اللي يمرض يلاقوا له علاج، لان احنا بقالنا 7000 سنه الفلاح لا له معاش ولا له تأمين صحي. طب هل المجلس ده يحقق ان هو يحل مشاكل الفلاحين مثلا من نقص مياه الري، ارتفاع سعر الاسمده؟ ما هو دلوقتي المجلس ده بيجتمع ان شاء الله بعد ما يتم انتخابه، هيجتمع عشان يبقى نقل نبض مشاكل الفلاح على ارض الواقع، ويبقى في اجتماعات بصفه دوريه مع بتوع الزراعه وبتوع الري وعلى راسهم وزير الزراعه ووزير الري، وياخدوا قرارات مدروسه لصالح الفلاح وليس ضد الفلاح. انا احمد السيد جوده، رئيس المركز الدولي للإنماء للدفاع عن حقوق الفلاح والبيئة، والأمين العام للفلاحين على مستوى الجمهورية في حزب مصر القومي، ورئيس قطاع وجه بحري بالنقابة العامة للفلاحين. وليه مطالبات عديدة وطالب السادة المسؤولين بإنشاء مجلس أعلى للزراعة والري. ولما لقيت المجلس القومي لشؤون الفلاحين أنا بصراحة قلت أهو شيء ينادي بصوت الفلاح. رأي حضرتك في قرارات الوزير الأخيرة اللي خدها زي مثلا إن هو شروط الدعم على القط، القرارات اللي هو بياخدها هل هي في صالح الفلاح أو مش في صالح الفلاح؟ وسيادة الوزير رجل عالم جليل ورجل له علمه وله استراتيجياته، ولكن هو ما ينفعش وزير، لا يصلح أن يكون وزير، لأن الوزير لازم يبقى سياسي زراعي يعمل على خدمة الفلاح، مش يعمل على خدمة وزارة الصناعة ولا وزارة التجارة ويزود الأسمدة ويقول احنا ما بندعموش. احنا ما كناش عايزين دعم القطن. القطن طول عمره ما بندعمش، لأن القطن ده كان سلعة أساسية استراتيجية بالنسبة لمصر، ولكن في مخطط عام على الفلاح. الرز ما اتباعش والقطن ما اتباعش والموالح ما اتصدرتش
في مؤامره على الفلاح لاعدامه. الفلاحين. اتفضل حضرتك. محمد العقاري، نقيب عام فلاحين الجمهوريه. سياده النقيب، ايه راي حضرتك في قرارات وزير الزراعه في الايام الاخيره؟ هل هي في صالح الفلاح؟ لا طبعا. طب بالنسبه للقرار اللي هو قال ان هو الغاء الدعم على القطن، القرار ده هيأثر على الفلاح بنسبه كبيره ولا؟ والله احنا كنا مش عايزين نقوله بهذه الصيغه، كنا عايزين نرجع لنا كنقابات ماشي ونقعد نعمل دراسه نصيغ هذا الكلام ونقوله للفلاحين بطريقه تتقبله، عشان احنا بنقول في حاله في البلد ولحظات فارقه في البلد، مش عايزين انشقاقات واستقطابات لبعض الفئات. كان المفروض يصيغوا بطريقه ان انا قبل ما اقول ان انا هلغي الدعم اقول ان يبقى عندي سياسه تسويقيه على الاقل يعني. وما هي السياسه التسويقيه؟ ان انا اقدر على الفلاح حتى ان انا اعمل له في وزاره الزراعه لجنه من ضمن اللجان تكون لجنه تسويقيه تسوق له هذا المحصول، لان القطن ده كان يعني هو اسمه الذهب الابيض، وهو اللي كان الفلاحين بيتجوز ابنائها منه وتبني البيوت منه. ده كان المحصول الرئيسي غير المحاصيل اللي هي بتبقى ما بيبقاش عليها الهموم الكتيره كانت بتبقى على محصول القطن. فللاسف صدر القرار بدون شرح ما بعد القرار.